السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض البيكاتا. دي بصلة مبشورة وحطيت عليها فلفل اسود وملح وكاري، واحط شوية خل عشان الخل بيخلي مفيش عضة كده في البانيه والفراخ عموما يعني. تبلت البانيه كده هسيبه شوية كده. بدأت احطه في الطاسة بعد ما حطيت حتة سمنة، هتشوحه كله وارجع لكم بعد ما اشوحه. كده البانيه كله اتشوح، هنزل بحتة سمنة ومعاها شوية دقيق برضو متبلاهم بنفس التوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا وكاري، وهقلب الدقيق شوية، مش هقلبه كتير يعني حاجة بسيطة. وبعد كده انزل عليه بمية، مش لازم لبن، بتبقى حلوة برضو. وبعدين هفضل اقلب فيه شوية كده لغاية ما الدقيق يفك تماما. وبعدين انزل عليه بالبيكاتا اللي كنت مشوحاها البانيه بميته برضو، في مية بصل فضلت من البيكاتا اصلا، نزلت بيها برضو بتخلي طعمه حلو قوي. كده هيغلي بس غلوة وكنت عاملة مع رز كنت منزلة برضو في القناة، هحطه وهو مع رز اغرفهم يعني واوريكم بعد ما يتغرف. بألف هنا.